مرحبا بكم بنياتي وليداتي اخواني اخواتي، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، ان شاء الله غادي نشارك معكم اكله ديال هاد الفلفله معمره، فلفله الوان معمره، معمرين بواحد الحشوه رائعه وبنينه، اللي هي الكفته والخضره والفرماج الاحمر. هاد الأكلة صحية ومفيدة وكتصلح لجميع الأوقات، يا في البرد يا في الصيف، وكذلك رائعة لا في المنظر ولا في المذاق. المهم ندوزو للطريقة والمقادير على بركة الله. عندي هنايا فلفلة ألوان، فلفلة حمراء وفلفلة صفراء، وممكن إلا كاينة حتى الخضرة إلا كانت، وعندي بطاطا مسلوقة. عندي هنا 300 غرام ديال الكفتة، واحد مطيشة، واحد البصلة، واحد نص فلفلة حمراء وفلفلة خضراء حارة، وشوية ديال القزبور ومعدنوس. وعندي هنايا واحد جهد كاس ديال مطيشة مركزة منزلي. في العطرية عندي شوية د الملحة والخرقوم معرك، شوية د الابزار، فلفلة حمراء والملحة على حسب الذوق. بسم الله. بالنسبة للمبتدئات والمبتدئين غادي نوريكم الطريقة كيفاش كنقطع الفلفلة، ونحاولوا نقطعوا الفلفله ما نقطعوها وما نرجعوش اللور باش ما تقطعش لنا من الجوانب. على هذا الشكل بنياتي وليداتي، غير بشويه حتى كنقطعوه مزيان مزيان. كنحيدو غير هاد الزريعه وكنخليو هذاك الباقي باش نزين به الفلفله، يا اما نغطي بها الفلفله يا اما نزين بها الطبق ديالي على حسب اللي تفضلوا. وهذاك الجوانب اللي تيكونوا في الفلفله كيكونوا واحد طريفات هكا لاصقين في الجناب ديال الفلفله، كنحيدوهم ما كنخليوهمش بهذا الشكل. نقدروا نحيدوهم بالملعقه، نقدروا نحيدوهم بالسكين اولا الموس اولا بيدينا بهذا الشكل بنياتي حتى كنخوي الفلفله ديالنا. نوريكم وحده الثانيه. هنا بنياتي ما لقيتش الخضره، لقيت غير الصفراء والحمراء، الا كانت الخضره احسن، ولكن اللي متواجد. ونقدروا نعمروا حتى مطيشه، نعمروا كذلك حتى فلفله داك فلفله حلوه ديك الطويله الخضراء، المهم اللي متواجد عندكم في البيت. نخويها هكا الفلفله من الجوانب وانتم معايا. كنحاولوا كما قلت لكم نقشروهم بالمعلقه اولا بالموس اولا غير بيدينا حتى كنخوي الفلفله مزيان مزيان، ونسوسوهم من الزريعه اللي كتبقى في القاع ديالهم. وطبعا راه هي مغسوله من الاول. كناخذ شويه د الابزار كنديرو من الوسط الفلفله، وكذلك شويه د الملحه كذلك كنديرها في الوسط، لان هاد الفلفله غادي ندخلها للفران. شويه د الابزار وشويه د الملحه باش تكون بنينه. وغنتكها هكا بالعود ديال الخشب اولا الكوردون بهذه الطريقه، ونحاولوا باش ما تهرسش لينا باش تبقى صاينه مجموعه. انا درت في الوسط الفلفله شويه ديال زيت الزيتون اولا المائده اللي عندكم. نديرو في الطاوه وندخلو الفران على 200 درجه، غير تدبال لينا الفلفله، ماشي نطيبوها بزاف، غير تدبال الفلفله وصافي، ونخرجوا الطاوه ديالنا. بعد ما درت الطاوه ديالي في الفران كنقطع هاد البصله مربعات صغار، يعني تكون رقيقه بزاف. غنديرها في الطنجره
ديالي ونديرها على النار تكون مهيله باش نشحر هاد البصله. ندير 2 معالق ديال الزيت المائده. درت الطنجره ديالي كتشحر فيها البصله وشويه الزيت. نقطع مطيشه كذلك مربعات صغار. نقطع كذلك حتى شويه القزبور والمعدنوس. نخليهم على جنب. غادي نقشر هاد البطاطا، سلقتها بواحد شويه د الماء والملحه وخليتها حتى بردات باش نقدر نخويها من الوسط وانتم معايا. ونحاولوا عليها كنحيدوا ليها واحد طريف من الفوق، غير شويه من الفوق، ما تصورش ليا. ونحاول ندور عليها هكا بالموس هكا من الوسط. وكنجيب واحد المعلقه كنحاول نخويه بشويه بشويه باش ما نهرسش البطاطا. لان درت هاد البطاطا لان كاين اللي ما تيبغيش الفلفله حلوه معمره. فعوض ما ندير الفلفله درت البطاطا باش كل واحد يكون على خاطره. كاين اللي كيبغي الفلفله حلوه، كاين اللي ما كيبغيهاش. نخويها بنياتي وليداتي هاد البطاطا مزيان مزيان. وهاد البطاطا اللي كنحيد ما كنضيعهاش، كنعاود نردها للبطاطا. هنايا بعد ما تشحرات لينا البصله زدت عليها الكفته تشحر كذلك، تكون النار مهيله. هذيك البطاطا غادي نقطعها ونخليها جنب حتى نبدا ونعمر بها هذيك البطاطا اللي خويتها من الوسط. وكذلك حتى هي زدت عليها شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه من الوسط. بعد ما تشحرت لنا هذيك البصله والكفته غادي نزيد عليها هذيك العطريه. وانتما بنياتي تقدروا ديروا على حسب العائله الكريمه ديالكم، تقدروا تنقصوا، تقدروا تدوبلوا المقادير. نشحر هاد المكونات مزيان مزيان. بعد ما درت العطريه هنايا زدت شويه ديال السكنجبير. وهنايا غادي نزيد جهد كاس ديال الماء غليان، كاس ديال الماء الحجم يعني كاس موين، يعني بكاس العنبه الحجم الكبير، باش طيب لينا هذيك الكفته. نغطي عليه ونخليها حتى طيب وانتم معايا. زدت هنايا مطيشه مركزه منزلي. ان شاء الله غادي نشارك معكم كذلك مطيشه مركزه منزلي مورا هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نحطها لكم بعد ما دبالت لينا الفلفله كما كتشوفوا، راها مشويه من الفوق ومن التحت. خديت هذا المول هذا، درت واحد معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. كما كتشوفوا الفلفله راه هي مشويه من الفوق ومن التحت، يعني طيبه. نرتبها هكا في المول ديال الفران، اي مول عندكم. زدت عليها هنايا بطاطا مسلوقه كذلك نرتبها مزيان في المول. عندي هنايا شويه د الروز مسلوق مع شويه د الملحه، فلفله حمراء مقطعه. بعد ما طابت هذيك الكفته غادي نزيد عليها الروز، غادي ندير غير النص. نعمر الفلفله ديالي وانتم معايا.
زدت عليها هذيك الفلفله اللي مقطعه، وبعد ما كنعمرهم غنزيد عليهم من الفوق الفرماج. غندير في المره الاولى شويه والمره الثانيه حتى كنخرجها من الفران وغادي نزيد عليها الفرماج. هاد الاكله راه بنينه ودغيا كتوجد، ما كتاخذش وقت طويل، وكذلك صحيه ومفيده. لاصوص ديال المطيشه اللي وجدت معكم، كذلك زدت عليها واحد شويه ديال درت مطيشه مركزه وزدت عليها شويه ديال الماء غليان وخليتهم حتى دابوا. كبيتهم في وسط فلفله اللي في المول عندي باش طيب فيها ديك الفلفله وديك البطاطا تكمل الطياب ديالها في الفران. انا غندخلهم في الفران، فران شاعل على 200 درجه، شاعل من الفوق ومن التحت، ودائما المراقبه لما طيب وانتم معايا. جا على هذا الشكل وليداتي بنياتي اخواني اخواتي، نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، كنتمنى لكم كل خير والصحه والسلامه والهنا، وحياكم الله اينما كنتم، ورعاكم الله اينما كنتم. ما تنسونيش بدعواتكم، بدعوات الخير. في امان الله. السلام عليكم. السلام.